هلو صبايا، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ ان شاء الله كل ايامكم تكون حلوه مثلكم. اليوم وصفتي كتير مميزه وكتير طيبه. هي ماك اند تشيز. هول الثلاث مكونات هن الاساسيات بهالوصفه، اللي هي معكرونه مع جبنه اكسترا تشيز. اول شيء المعكرونه المعتمده بهالوصفه هي هاي الموديل. هيدا الموديل. انتو اذا في عندكم موديل تاني ما في مشكلة، يعني اي موديل بيمشي، بس هي هيدي الوصفة يعني بهالوصفة هن بيعتمدوا هاي النوع من المعكرونة. وفي عندي تشيدر تشيز وعندي موتزاريلا تشيز. في عنا اكيد اشياء تانية بس بسيطة، هلا من ضمن الوصفة بخبركم كيف بدنا نعملها. اوكي، اول شغلة بدنا نسلق المعكرونة. بطنجرة حطيت مي، بدي احط تقريبا معلقة صغيرة ملح، بدي احط شوية زيت كمان كرمال هيدي دايما بسلق المعكرونة لازم تحطوا ملح وزيت بالمي. بدكم تنتبهوا للمبتدئين بالطبخ او اللي مجوزين جديد، يعني العروسات الجداد، بدنا ننتبه انه ما نحط المعكرونة والمي بعدها باردة. بدنا ننطر للمي تبلش تغلي كتير، مش تغلي، تسخن كتير قبل درجة الغليان. فيكم تحطوها، لا تحطوها، لانه اذا بتحطوها على مي باردة بتعجن. اوكي، شايفين بلشت المي بدها تغلي. هلا لازم احط انا المعكرونة. هيدي 500 جرام، بدي اعطيها تقليبة عشان ما تعجن على بعضها. هي تقريبا لتستوي بالضبط يعني بدها 8 دقايق، بس انا ما بدي اياها على الاخر تستوي. لانه بدي ارجع اغليها شوي مع الصوص لتعقد مع الصوص. فانا شو لازم اعمل؟ بدي اخليها 6 دقايق بس. خلصنا سلق المعكرونة وهلا صرنا جاهزين. بدنا نحضر الصوص. بدنا نحط معلقتين كبار زبدة. بس يبلشوا يذوبوا الزبدة بدنا نحط معلقتين كمان كبار طحين. بس دابت الزبدة حطيت معلقتين كبار طحين، وبدي بلش دوبهم مع الزبدة شوي شوي. شوفوا كيف بيطلعوا. وهلا بدي احط كبايتين حليب، بس شوي شوي. انا عم بحط شوي وبحرك ليدوبوا عشان الطحين ما يعمل عندي تكتلات. وعلى نار واطية عشان ما يحترق الطحين، وشوي شوي عم نشتغل عشان يدوب الطحين على مهله. بلش بتاني كباية. حطيت تاني كباية، وشايفين كيف داب الطحين كليا وصار الصوص كتير هيك ناعم. اوكي، ما في تكتلات ابدا. لما بتحطوا الحليب شوي شوي بتنجح معكم الوصفة. بلش يسمك الخليط. فانا هلا لازم احط التشيدر تشيز. هلا التشيدر تشيز والموتزاريلا تشيز انتو حسب شو بتحبوا اي اكتر. اجمالا دايما هيك الماك اند تشيز التشيدر لازم يكون اكتر من الموتزاريلا. فانا حاطه بين الموتزاريلا والتشيدر من 200 ل 300 جرام. تبقى انتو شو حابين يعني تحطوا اكتر. هيدي التشيدر تشيز كل ما كانت لونها اصفر كل ما بتكون اطيب، و يعني طعمتها بتعلي اكتر بالاكله. شايفين دغري بتدوب التشيدر. هي دابت. هلا انا في عندي كم نوع بهار بحب احط لها.
عندي نص معلقة ملح. ما تكتروا ملح، يعني الأفضل إنه تزيدوا ملح بعدين أحسن ما تطلع مالحة كتير. نص معلقة بابريكا ونص معلقة بودرة ثوم، وعندي خردل كمان نص معلقة. وهيك صارت الصوص جاهزة. هلا بدي احط الماك، بدي احط المعكرونة عليها. مثل ما قلنا نحن هي لازم 8 دقايق تستوي، خليناها بس 6 دقايق لانه انا هلا بدي هيك شوي اغليها مع الصوص. فهول الدقيقتين بدها يستووا مع الصوص. واخر شي بدنا نحط الموتزاريلا. يمي يمي عن جد، ما بخبركن الريحة شو طالعة بتشهي، وهالأجبان كلها اللي فيها عن جد رائعة. من بعد هالوصفة أنا أكيد ما بقى تجيبوها من برا، ما بقى تاكلوها من برا. شايفين شو هينة وجاهزة، يعني بتتجهز بوقت قصير، يعني بطريقة هينة بالبيت. بدي اتركها شوي تغلي على النار دقيقتين وطفي تحتها. وهيك وصفتنا خلصت لليوم، اللي هي ماك اند تشيز، معكرونه بالجبنه. شايفين الجبنه قد ايه مليانه بقلبها، مغلغله تغلغل منحنها مثل ما بيقولوا. كتير زي وصفتنا سهله، بتمنى تجربوها، كتير كتير طيبه. وانا اكيد بس تجربوها حبطلوا تاكلوها من برا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بالفيديو. اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للي بعده ما اشترك بالشانل، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.